السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. خبر عاجل: نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يزور مدرسة عمومية مع أبناء الشعب المغربي في مدينة مراكش هذا اليوم. وهكذا تفاعل الإعلام الجزائري مع هذا الخبر. شاهد الفيديو للنهاية لتعرف وتفهم كل التفاصيل. ولكن ليصل هذا الفيديو للجميع ويعرف الكل ماذا حصل، فلا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد. بعد وصول اللاعب العالمي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى مدينة مراكش، وليس بالضبط مدينة مراكش، بل حتى أن فينيسيوس جونيور قام بزيارة مدرسة عمومية مع أبناء الشعب وقام بلعب كرة القدم معهم. وقد تفاعل الإعلام الجزائري مع هذا الخبر سريعا جدا، فقد علق العديد من الإعلاميين الجزائريين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: أنا أحسد المملكة المغربية على ما وصلت إليه، كيف أنها أصبحت قبلة للنجوم، بينما أن الجزائر منذ مدة لم يزورها أي شخصية عالمية. بينما وقف إعلاميون جزائريون آخرون احتراما وافتخارا للمملكة المغربية، حيث يعرفون أن هذه الزيارة وزيارة العديد من النجوم العالميين للمملكة المغربية لم تأتي بالصدفة، بل أتت بعد مجهودات جبارة وكبيرة من المسؤولين المغاربة لتحسين صورة المغرب عالميا، ناهيك عن الصورة التي يضعها ويصدرها الشعب المغربي، شعب الأخلاق، الشعب الكريم للعالم، فقد أصبحوا محبوبين لدى الجميع. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصل للجميع ويعرف الكل المكانة التي وصلت إليها المغرب.